ازاي تغير حياتك وتبتدي تعمل فلوس في 2025 من غير راس مال، وازاي تبقى منضبط. والله العظيم الفيديو ده هيبقى من اصدق واهم الفيديوهات اللي انت هتشوفها في حياتك. ده بالظبط اكنه كورس مجاني في فيديو، ومش عاوزك تعمل سيف للفيديو زي الفيديوهات الكتير قوي اللي انت عامل لها سيف وما بتشوفهاش. فخد ملاحظات، لان انا في الغالب هعمل ديليت للفيديو ده، همسحه بعد يوم، وعشان الفيديو ده مع الاسف هيسبب شويه مشاكل وهيجي على شويه ناس، فافهم الكلام ده كويس وخد ملاحظات. وللي مش عارف انا مين، انا اسمي طاهر، خريج سوفت وير انجينيرنج يعني هندسه كمبيوتر، والحمد لله بفضل ربنا ثم تعبي الحمد لله الواحد فشل كتير قوي والواحد اتنصب عليه كتير قوي، بس الحمد لله الواحد فتح كذا شركه ماركتنج ايجنسي وسيلز ايجنسي، والحمد لله بفضل الله الواحد اشتغل مع شركات مقدره ب 100 مليون دولار وصناع محتوى في الشرق وفي الغرب. انا مش بقول لك الكلام ده عشان اتمنظر، انا بقول لك الكلام ده عشان تبقى فاهم كويس ان الكلام ده مش كلام عشوائي، مش كلام انا جاي اقول لك بقى ايه شويه تحفيز كده زي ما كل الناس بتعمل على السوشيال ميديا. انا بقول لك الكلام ده من خبره، اتمنى الفيديو ده يساعدك. انا مش هقول لك غير حاجه واحده بس، انا عاوزك تبص في عين والدتك وبص في عين والدك، وافهم ان والدك ووالدتك بيتألموا عشان انت مش عاوز تعمل الحاجات اللي انت عارف انك المفروض تعملها. انت عارف انك المفروض تبطل مشاهدة الافلام الاباحية، انت عارف انك المفروض تبطل انك تشرب سجاير، وانك تشرب شيشة، وانك تبطل تحشيش، وانك تبطل تقعد مع شوية ناس ما لهمش اي لازمة، مع الاسف بيشدوك لتحت ومع الاسف محبطين. انا هقول لك حاجة، انا عاوزك تصور نفسك وانت بتعمل كل ذنب. والله العظيم انت كراجل لا تستحقر نفسك كمية استحقار، مش هيبقى عندك ذرة احترام لنفسك بجنيه واحد. واحد يجي يقول لي هو انت ليه بتعمل كده؟ وليه لا؟ وليه لا؟ وبعدين تعالى هنا، هو انتوا ليه لما بتشوفوا حد فعلا ناجح على السوشيال ميديا، واحد مثلا بيقول لك انا بعمل مليون جنيه في السنة ولا مليون جنيه في الشهر، تيجي تقول له على فكرة الطريقة اللي انت بتبيع بيها دي غلط، او على فكرة انت مش فاهم انت بتقول ايه. يا ابني انت واقع على الارض يا ابني، هو اللي انت مش فاهم انت بتقول ايه؟ انت بتقول له واحد بيعمل مليون جنيه في الشهر، انت مش فاهم انت بتقول ايه؟ انت فاهم انت بتعمل ايه في دماغك؟ انت فاهم انت بتعمل ايه وبتحاول تعمل ايه في نفسك؟ انت بتحاول انك تغذي الايجو بتاعك، انك من الاخر كده تقول لنفسك انا كويس. لكن الواد اللي هناك ده اللي بيتكلم على السوشيال، الواد ده حرامي، ده نصاب، ده جاب الفلوس من ابوه، ابوه هو اللي جايب له العربيه. طب ما تيجي تعالى هنا، تعالى هنا، هو كم واحد في مصر ابوه غني فشخ بس الواد صايع وضايع وشمام؟ وكم واحد في مصر ابوه حرفيا معوش فلوس تمام، واهله مش هقول لك بقى على البلاطه، ده هم تحت البلاطه، والواد بيطلع ما شاء الله ناجح وبيبتدي يعمل فلوس ويغير حياه اهله. الفكره مش فكره ان ابويا وامي فقراء وابويا وامي اغنياء فانا هبقى ناجح، ما في كده وفي كده. تعالى هنا، انت ليه يا ابني بتحاول تقنع نفسك انك كويس؟ ليه بتحاول تدي لنفسك مهدئات وبنادول مسكنات انك كويس، ان انا ما فيش حاجه غلط؟ يا ابني بقول لك واحد بيعمل 200 مليون في السنه، تقوم انت داخل قايل له على فكره الطريقه اللي انت بتبيع بيها دي مش كويسه، انا لو مكانك اعمل كذا. يا ابني ما انت لو مكانه مش هتسمع اصلا واحد زيك. افهم يا غبي يا ابني، افهم، افهم، والله بقول لك الكلام ده كاخ كبير، افهم الكلام ده. انا ليه اسمع لواحد حرفيا يعني باين من الصوره بتاعته على السوشيال ميديا ان هو معهوش 5 جنيه في جيبه؟ انا ليه اسمع لك؟ انا ليه اصلا يعني اخد برايك؟ ما انت ما عملتش اللي انا عملته، انت بتنصحني بناء على ايه؟ وبعد كده يقول لك على فكره انا بقول لك الكلام ده عشان انا بحبك، انت شتمتني بس انا ما كنتش قصدي. ما كنتش قصدك ايه؟ انت شتمته يا عم، والا ما كنتش قصدك. فافهم الموضوع ده، وتاني افهم ان محدش هيوفر لك الحياه اللي انت عاوزها غير ربنا سبحانه وتعالى وسعيك وتعبك. وافهم ان الناس يا ابني اللي على السوشيال ميديا دول يا جماعه، انا يا ابني في المجال وانا بشتغل مع ناس صناع محتوى كبار قوي، انا بقول لك الناس دي بتعمل ملايين ملايين من اعلان واحد، وانت زي اللهبل. انا بحبه قوي، بحبه قوي، وهو فاهم، هو طالع، هو اصلا صانع المحتوى ده اصلا اقرع وبيعلن لك على ايه؟ على كريم ازاي تطول شعرك. يا ابني انت اقرع يا ابني، انت بتعمل ايه؟ انت صانع محتوى اقرع، خلاص ما دي حاجه بتاعت ربنا. لكن طالع بتعمل اعلان لكريم الشعر ولا ازاي زيت ازاي تحطه على شعرك عشان شعرك يبقى ناعم، وانت زي العبيط بتصدقه.
والله هو الشخص ده كويس قوي صح يا ابني، انت بتعمل ايه يا ابني؟ ولا التاني بيعمل اعلان لمطعم وبياخد 40 جنيه في الفيديو، بسم الله ما شاء الله. اقول لك حاجه، برافو عليه والله العظيم، برافو عليه. واحد غير حياته وابتدى يعمل فلوس من حاجه هو بيحبها او حتى حاجه هو ما بيحبهاش. خد بالك، فكره ان انت تقول انا بحب الحاجه الفلانيه او انا مش لاقي شغفي، مش لاقي الحاجه، يا ابني تعالى هنا، وانا لو اديتك مليون جنيه وقلت لك هدني العماره دي مش هتدها؟ والله العظيم لا هدها، وانا في منتهى السعاده، فاهم؟ هشغل كده عبد الحليم ولا حاجه وبشرب القهوه بتاعتي الخمسينه ولا الشاي الخمسينه وهقدها، بص هبقى مبسوط قوي، مبسوط قوي، وانا بعد الفلوس كده وانا بعد البتاع، فاهم؟ بعد الفلوس وبسمع وبعد العماره. فمفيش حاجه اسمها يا ابني انا مش لاقي شغف، او مفيش حاجه اسمها انا فاشل عشان انا عايش في مصر، او انا مش لاقي شغفي، او يا ابني افهم ان والله العظيم الفيديو ده رساله من ربنا ليك. كل حاجه بتحصل لك يا ابني رساله من ربنا ليك، وانت داخل الحمام وخلاص خلاص جاهز ان، فاهم؟ الصاروخ ينطلق. تلاقي فيديو طلع لك بيقول لك ايه، بيكلمك عن حرمانيه الافلام دي وحرمانيه الذنب ده، وانت تقعد تقول لنفسك نفسي ابطل، يعني نفسي اعمل فلوس. يا ابني ما هو عصرة القلب دي لازم تحس بيها، لازم تحس ولازم تتوجع انك حاجه كنت بتحبها سبتها عشان حاجه انت نفسك فيها، عشان ابوك وامك فعلا بيتألموا. يعني واحد بيقول لي هو انت ليه عملت مدرسه الاونلاين بتاعتك؟ يا ابني عشان الموضوع مش فكره فلوس، مش فكره ان انا عامل جامعه اونلاين، مش الموضوع مش فكره فلوس، صدقني الموضوع فكره ان انت فعلا تسيب بصمه، ان فعلا واحد يبعت لك او واحده تبعت لي تقول لي بجد النصيحه اللي انت قلتها في الفيديو الفلاني، النصيحه دي غيرت حياتي، النصيحه دي فهمتني ازاي ابتدي البيزنس. واحده كانت لسه سالاني بتقول لي ان انا ببيع حاجات وان انا ست مطلقه بربي طفلين، وانا ببيع حاجات لناس مع الاسف بياخدوا الحاجات مني بسعر رمزي وبيبيعوها بسعر غالي جدا. والله العظيم دخلت بعت لها كل حاجه هي عاوزاها، تبيع على ايه، تبيع على البلاتفورم ايه، المفروض تعمل ايه، والمفروض ولادها يعملوا ايه، والمفروض ايه التولز اللي هي تستخدمها، ايه الادوات اللي هي تستخدمها عشان فعلا تغير حياتها. وانت قاعد وبتقول لي النجاح في مصر مستحيل. يا ابني افهم ان في ناس بتعمل 200 مليون في السنه، افهم ان في ناس بتعمل فلوس انت نفسك ما تقدرش انك تستوعبها، وانت قاعد بتحسس نفسك انك كويس، بتحسس نفسك انك ما فيكش اي حاجه غلط، وانت متنيل ب60 نيله. وواحد يطلع يقول لك على فكره اللي يحبني يحبني زي ما انا، واحبك زي ما انت ليه؟ يعني انت واحد نيجاتيف، واحد سلبي، واحد محبط، وواحد غبي، احبك زي ما انت ليه؟ وبعدين بيجنني الموضوع ده، الناس في مصر وفي الوطن العربي هم مقتنعين ان ربنا مش هيجيب لهم فلوس، هو مقتنع ان هو هيعيش ويموت فقير. يا ابني فين حسن الظن بالله؟ فين حسن الظن بالله؟ فين ان انت يبقى عندك يقين بربنا، ان ربنا خلى واحد ملحد، واحد اصلا مش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، هو مش مؤمن اصلا بوجود ربنا، رغم كده ربنا خلاه يعمل فلوس وينجح ويعيش الحياه اللي هو نفسه فيها. ما بالك احنا، ما بالك انا كواحد مسلم؟ فكر بالطريقه دي، انا لو مسلم وانا بحب ربنا وربنا بيحبني لان ربنا بيحبنا، ليه ربنا مش هيخليني ان انا اعمل فلوس؟ يا سيدي حتى لو ربنا اصلا مش كاتب لك انك هتعمل فلوس، كونك انك تكون مقتنع ان انت هتعمل فلوس وانك تدعي، يا ابني الدعاء بيغير الاقدار. واحد يقول لي على فكره الفلوس مش كل حاجه، يا ابني اللعبه لعبه فلوس، افهم اللعبه لعبه فلوس. طبعا ايمانك ده حاجه مهمه جدا وهي اهم حاجه وهي اللي هتدخلك الجنه او هتدخلك جهنم، بس افهم ان احنا عايشين في غابه، انت مش عايش في الجنه، انت عايش في غابه. افهم الموضوع ده، افهم اللعبه لعبه فلوس، هتتجوز بالفلوس، هتجيب اكل بالفلوس، هتعالج امك وابوك بالفلوس. طبعا واحد يقول لي ربنا ممكن ما يعالجهمش حتى لو معايا فلوس الدنيا، ايوه تمام معاك بس انت معكش فلوس. وبعدين كميه الناس اللي بتموت عشان معهمش ثمن العمليه، انت متخيل واحد ما يقدرش ان هو يشوف عشان معهوش ثمن العمليه؟ يا جماعه والله العظيم النعم اللي احنا بناخدها فور جرانتد، اللي احنا بناخدها بحق الاستحقاقيه باستحقاقيه، والله العظيم مرعبه.
ليا صديقي قسما بالله الرؤية عنده، النظر عنده شبه معدوم. هو ربنا خلقه بعيب خلقي، ربنا يا رب يشفيه، وربنا يا رب يحفظه لي ويحفظه لاهله ويحفظه يبعد عنه كل شر. رغم كده بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله عليه، مهندس على فكره، مهندس كمبيوتر، دي حاجه صعبه جدا. الشخص ده شغال في شركه ما شاء الله، شركه محترمه. الشخص ده بيعمل حاجات كويسه جدا، تمام. بتكلم على يعني الفلوس كفلوس. الشخص ده ما شاء الله عليه متدين، الشخص ده ما شاء الله عليه بياخد باله من صحته، بيلعب رياضه. فانت يا ابني انت عندك النظر، يعني انت عندك نعمه النظر، انت عندك نعمه السمع، انت عندك نعمه العقل، انت عندك نعمه الجسد، انك قادر تمشي. فانت قادر تمشي وقادر تتحرك وقادر تشوف وقادر تسمع وقادر تاكل وقادر تعمل كل حاجه، وعندك اكسس للانترنت. يعني انت عندك طريقه انك تعرف تستخدم الانترنت. وبعد كل ده تقول لي النجاح في مصر مش هيحصل؟ مش هيحصل ايه يا ابني؟ امال يا ابني الناس اللي بتنجح دي بتنجح بناء على ايه؟ فافهم الموضوع ده، وافهم ان مفيش حاجه هتتغير الا لما انت تتغير. لازم تبتدي تصلي لو ما بتصليش، ولازم تبتدي تفهم اصلا مين هو ربنا سبحانه وتعالى، مين هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، مين الانبياء دول، مين الصحابه. بعديها تشتغل على صحتك. لو انت ما بتاكلش اكل صحي كل اكل صحي، لو انت ما بتلعبش رياضه العب رياضه. وبعد كده تشتغل على الفاينانشال فريدم، يعني حريتك الماليه. طز في البت اللي انت ماشي معاها، طز في الواد اللي انت ماشيه معاه. اشتغلوا على حريتك الماليه يا ابني، اشتغل على الموضوع ده. انا مش فاهم، انا فعلا مش فاهم فكره ان امك وابوك يبقوا تعبانين في حياتهم، وامك شايفها وهي بتروح السوق، وشايفه وهي مش قادره حتى تركب تاكسي ولا تركب اوبر، بتاخد مواصلات وسط ناس حرفيا متحرشين. وانت عارف ده، وانت قاعد فاهم، قاعد عمال قاعد بتلعب، فاهم، بتلعب بلاي ستيشن ولا قاعد على قهوه مع اصحابك، وعمالين تشتموا وفاكر نفسك جامد، وانت حته ولا حاجه. بتاخد فلوس من ابوك وامك وعامل فيها جامد، وبتصرفها على البت بتاعتك اللي هي على فكره والله ما هتتجوزك. عارف ليه؟ لان ابن خالتها ولا اي حد هيجي اغنى منك واحسن منك وجاهز هيجي ويشيل. هي مش هتستنى. الحب ده بقى يتحط على جنب. اصل الحب ده ما بياكلش، الحب ده ما بيخلكش ان انت من الاخر كده تسكن، ما بيجيبش هدايا، ما بيجيبش اكل حلو، ما بيجيبش ورد، فاهم. وخدها مني نصيحه، قسما بالله ما فيش علاقه ابتدت بحاجه تغضب ربنا وهتنجح. وانا ده والله العظيم بشوفه في كميه ناس على السوشيال ميديا، وكميه ناس انا اعرفهم شخصيا. مفيش حاجه هتنجح لو العلاقه ما فيهاش ربنا. افهم الموضوع ده، افهم ان انت مش جاي الدنيا دي هباء. انت يا ابني انت عندك كتاب تمشي عليه، القران، ما تجودش. عندك القران والسنه، ما تجودش، ما تجوديش. ما الجو اللي هو ايه رايك في الحجاب، او ايه رايك في الحجاب، ايه رايك ولا رايك في الحجاب. احنا وصلنا للمرحله دي، وصلنا لان احنا بنسال ونتشاور كده مع ربنا. انت ولا حاجه وانت ولا حاجه، انت عبد وانا عبد، انت ولا حاجه. انت قسما بالله البشر دول كلهم بالنسبه لربنا ولا حاجه. حتى مش هقول لك حتى صفر على الشمال، مش موجود اصلا. فاهم حاجه؟ انا بقول لك الكلام ده من قلبي، وبقول لك الكلام ده عشان قسما بالله كان نفسي حد يقوله لي. اتمنى انك تفهم الموضوع ده، والناس اللي فعلا عاوزه تاخد خطوه جديه وتغير حياتها. انا ابتديت ان انا اعمل مدرسه اونلاين عشان اغير عقليه الشباب المصريين والعرب، وعشان هم يتعلموا هاي انكم سكيل، يعني مهاره الدخل المرتفع. بكل بساطه هتخش على اللينك اللي في البايو في اليوتيوب شانل بتاعتنا، اسمها ماني لاب يونيفرسيتي. بنعلمك ازاي تفكر كشخص ناجح. على فكره الكورسات ببلاش، بس عشان محدش يتكلم، يعني الكورسات ببلاش. بنعلمك ازاي تبقى فيديو اديتور جامد، بنعلمك ازاي تعمل جرافيك ديزايننج وتعمل ديزاين زي ما كل العملاء محتاجين.
بنعلمك ازاي ان انت تقفل ديل، ازاي اصلا تلاقي عميل، ازاي ان انت تتفاوض، ايه الاخطاء اللي انت المفروض تتجنبها، كل الكلام ده. ولو شخص عايز ياخد خطوه جديه اكتر، وده حاجه اتطلبت عندنا، كميه ناس طلبوها، احنا عاملين بوت كامب بس بنقبل 50 شخص، برضه اللينك في البايو لو حد عاوز. بس انا مش بقول لك يعني انت من غير البوت كامب دي مش هتعرف تنجح، انا بقول لك لو حد فعلا عاوز خطوه بخطوه، 4 اسابيع فيها كل حاجه انت المفروض تعملها، معاك خطوه بخطوه، وفي حصص بتيجي عامل الواجب، تسال اسئلتك، كل الكلام ده. والله العظيم اي شخص دلوقتي ممكن يتعلم اي مهاره من على اليوتيوب ببلاش. لو انت شخص معكش فلوس خالص، ببلاش ممكن تعمل 10000 جنيه، ده مينيمم مينيمم مينيمم. فبالله عليك انجح، مش عشانك، عشان خاطر اهلك. السلام عليكم. ويا ريت لو الفيديو ده بجد اثر فيك، يا ريت انك تبعته لاصحابك، ابعته لاهلك. مش هقول لك سيدي اعمل فولو، عايز تعمل فولو اعمل فولو، كده كده الاعلانات مقفوله على على انستجرام، تيك توك، يوتيوب، كل حاجه الاعلانات مقفوله. فانا مش بعمل الكلام ده عشان لقطه. وتاني يا جماعه، الكلام ده طالع من القلب، مش هجوم شخصي ليك، انا بتكلم على طريقه التفكير وطريقه التعامل. اتمنى ان الفيديو ده بجد بجد المصريين كلهم يشوفوه والعرب كلهم. سلام عليكم، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.